في مغارة كذا زي الكهف من الحمم البركانية، مكون من الحمم البركانية. يجنن المكان، يهوس. في فتحة هنا فوق ولا شو شعري كيف يدخل منها هواء، يعني شيء خرافي. شايفين السواد، الأرضية السوداء، شو الجدران مكونة من الحمم البركانية، شيء خرافي. شفتوا المغارة، شو الحجر اللي فيها، تشوفون الأحجار. الناس كلهم ما حد يشيل شيء، خايفين، حتى هم خافوا زينا، أرعبونا قسما بالله. شوف كيف الجدران، مستحيل صح؟ ايش رايكم يا جماعة؟ شو حجر 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 حجر، بعدين هنا زي التراب. شو كيف كأنه كريستال. شوف أسود في أسود، يا منتهى الجمال، منتهى الجمال. والبحر من هنا. شوفوا أنا طلعت هنا فوق، شوفوا بالله المنظر كيف، سحب، سماء، بحر، أمواج، صخور بركانية، خضار. الله، العالم قاعدين يتمشون يستانسون. الجو صار دافي. جابتنا لهذا المكان لأنها قالت إنها تعرف واحدة عمتها تصير، تسميها أنتي، تسوي إكسسوارات شغل يدوي. فقالت تبغون نوديكم، قلنا إيه. المهم بشوف شغلها اليدوي. والله أنا يعني ودي أخذ أشياء مميزة، شوف إذا عجبني شيء مميز فعلا بشتري. وقعدت هنا هي تتناول وجبة الغداء اللي شفتوه، هذا البوكس اللي فيه دجاج مدري. هذه اللي تسوق فينا سواقتنا. And those lace, I give the story. But when you go back home, and if you don't want to wear them as a lace, ما عجبتني، أنا ما أحب هذه الأشكال، it's a protection and a good luck. بحبهاش. Right at this table, I have black and white necklaces with bracelets. Those are the hematite, and those are the one they said it help. هذا لولو طبيعي، في أسود وفيه أبيض، مدري إيش آخذ. باخذ الأسود، كلها حلوة. أو آخذ اثنين، واحد الرؤى واحد الربع، واحد أبيض واحد أسود. إيش أخذت هنودتكم؟ اللؤلؤ هذا البينك، لولو طبيعي 100%. طبعا عندها لولو أبيض، لولو أسود، واللولو البينك هذا تقول هذا أندر. تعرفون أنتم أندر أنواع اللولو، طبعا مو متساوي، في شيء كبير شيء صغير كذا جاي على بينك يجنن. فخلاص لأن نادر عجبني بشتريه. خلاص لبست الحين اتفاقيته واخذت منها أشياء. ايه شو بالله كيف حديقتها تجنن، تفتح النفس. شو شعري كيف عليكم، رطوبة. ماني فاهمة، الجو يجنن، الجو معتدل، في رياح باردة كذا، نسيم، وفي رطوبة شوية، يهبل يهبل يهبل. عجبني. وبس حبايب قلبي، يلا عند لكم بروح ادفع. غيرت رايي بالله. شوفوا هذا، هذا لولو طبيعي 100%، وهذا مدري ايش سمته. Excuse me. What is this called? Mother of pearl shell. It's a shell. ماني عارفة ايش يعني، بس بروح ابحث عنه، بس عجبني. صح هذا اجمل. تخيلوا لؤلؤ نادر
وهذا مدري متى بروح أبحث عنه So في Maria's النت. still driving? صدق خرافي. You know what? شوفوا وين جابتنا. في هنا أكثر من 2000 شجرة كاكاو. تخيلوا شوفوا كيف. شوفوا هذه كاكاو هنا. الله. all year round. We have about 2,000 that we harvest from. شوفوا كيف لما يستوي. The color does not tell you anything about the taste. They're actually all the same varietal. It's just that they come in different colors like roses do and other flowers. Roast them, the next step is to get the seed coat off of them. So here they are, roasted and ready to go. And how we get the seed coat off is we crush it, and then we can remove the seed coat. And this is what's left. They're referred to as nips. They're just bits of the inside of the seed. Now, I'm going to take that and I'm going to put it in this, and can be used for a variety of things. And here we use it for candles and lip balms and that sort of thing. So that has chocolate elements with it. Now that seed coat is retained because when it started browning itself, the seed coat is also imbued with chocolate. You can make a chocolate tea from that. It smells like chocolate, tastes like chocolate. So once that's liquefied, we can temper it, pour it into a mold, and when it cools off, it retains that shape. But you all know. هذه مشترياتي. Put it in the bag. Feed us over. Did Did you want a هذا receipt on معطر this سيارة. one? شاي الشوكولاتة وهذه أنواع الشوكولاتة. So أخذت you gotta just put بالبرتقال and then forward the وبالألمند text to them. How it's done. لا إيش هذا Or email الأحمر. for you. So you're gonna put هذا in your phone. بالجنجر الزنجبيل والألمند والبرتقال والكوكونات. هذه مشترياتي. راح أجرب شوكولاتة الألمند. شوف كيف. شوفوا. ناخذ هذه القطعة الصغيرة هنا كسرت. طعمها أقرب للدارك شوكولات. لذيذة. الرسومات اللي عليها نبتة الشوكولاتة. بس أنا أحب الشوكولاتة اللي الملك فيها أكثر. لا بس حلوة. الحين نزلنا ناخذ من أشهر الآيس كريمات الموجودة هنا. طبعا هنا أكثر شيء مشهورين فيه في هاواي اللي هو الكوكونات، جوز الهند. هذه صورتنا. نوريكم النكهات الموجودة. هم يغيرون النكهات. اليوم في فانيلا. شو مكتوب؟ ميستري فليفر. هنا إذا تبغون نكهتين مع بعض هذا الموجود. والله متحمس. يجنن المكان، خرافي يجنن.
الله. شوفوا يا جماعة، شائع في هاواي انكم تشوفون الدجاج كذا، الدجاج الديكة هنا ديك، شوفنا الدجاجة تشوفونها كذا بالشارع، ما هي لأحد زي عندنا يوم نشوف قطط في الشارع. شفت لما نشوف القطط، قطط الشارع، هذه ديكة الشارع ودجاج الشارع. والله شيء يعني ما عمري شفت الا في هواي، بس شيء حلو يعني. المهم هذه آخر وجهة لنا، المكان يجنن. جينا هنا نشوف السلاحف. الله، طبعا الرياح قوية ما تتخيلون قد ايه قوتها. والله رحلة جميلة، استمتعت مرة. شوف الأمواج، شوف كيف الأمواج من هناك تبدأ. روعة روعة روعة، صدق سواد في سواد. أنا كنت هناك هذا المكان، بعدين طلعت من هنا، شايفين الناس كيف من هنا جايين. بعدين طريق من هنا أقدر أكمل أطلع فوق، بس ما أعرف أكمل ولا لا. يلا قررت أطلع. الطلوع مو بسهل، بس في زي الدرجة، عرفتوا؟ الله الله، شو هذه ما شاء الله عليها. بس كيف طلعت، كيف طلعوا هذول فوق؟ من هنا تتوقعون؟ طيب وبعدين من هنا؟ ايه من هنا، شوف بينزلون من هنا. طلعت بالله، شوفوا شيء خرافي خرافي. شفتوا كيف سواد في سواد. المنظر يعني المنظر معجز. وصلني الرذاذ، وصلني والله، والله وصل، معني بعيدة قسم بالله. يا للجمال. عرفتوا هذه انتم ما فهمتوها، هو ترى شايفين لا بعيد المكان، هذيك الأماكن اللي تجيب دوخة، عرفتوا؟ شوف أنا كنت هناك، شايفين؟ مستحيل مستحيل مستحيل.
ترى يا عالم مرعب، اقسم بالله تراني اتنافض بس عشانكم جيت هنا. تخيلوا شوفوا اعلى مكان وارتفاع المكان خطير، لو بس تزلق هذه واحدة من الحجر هنا تحتي اطيح. هذا اوه والله العظيم تراني شوية ارجف، شوية مو مرة. يا الهي انت جاهي. خلاص يلا بروح. شوفوا لو بس تنكسر واحدة من هذه الحمم، شوفوا بعضها شايفين فيها دق. واو اوكي. ضل اصور لكم ولا خفتوا علي ارجع؟ ايوه عارفة. رجعي هنودة، ختنا عليكي هنودة. يلا شوفوا بصور لكم لقطة تعجبكم. شوفوا ايش رايكم فيني؟ شفتوا كيف؟ مستحيل رذاذ الماء وصل عندي. يلا كمان، يلا ننتظر شوية تجي واحدة ثانية. واو يا عالم، أحس إني في الجنة، ما أدري كيف. أنا صدق سعيدة جدا إني قدرت أشوف هذه الأشياء. يعني ما كنت أحلم في حياتي إني أقدر يعني أسافر وأروح وأجي وأشوف، ويكون عندي إمكانية إني أقدر أسافر لأفخم الأماكن وأغلاها ثمنا. يعني هواي عشان تحجز هنا وتستمتع يبغى لك ميزانية، مو أي أحد يقدر يجي. فأنا جدا ممتنة، الحمد لله الحمد لله، ممتنة لك يا الله على كل ما أعطيتني من نعيم، على عوضك الجميل. يا عالم، أنا تراني قاعدة أستشعر نعم الله صدق صدق ومبسوطة. راح أجي أنا وأولادي بعدين هنا أو مكان ثاني، ما أعرف. الوجهة القادمة ما راح تكون هواي.